التعلق الشديد بالأشخاص أو بالأشياء طول الوقت يتحول المعضلة. إنك تتعلق التعلق المفرط لحد ينجم إنه يصبح شبيه بالمرض، أو هو مرض ما عندوش حتى دواء، معناته حكمت على روحك بأقصى أنواع العذاب. ساعات شدة تعلقنا بالشيء مهما كانت قيمته أو مكانته يخلينا عايشين في حالة خوف وقلق طول الوقت، وممكن تتهيأ كل الأسباب اللي تخلينا نفقد كل شيء تعلقنا بيه وحبيناه بكل جوارحنا. في الدنيا هذه ربي كيف خلقنا وحطنا على الأرض أوجد قوانين كونية عظيمة تضبط كل شيء، والقوانين هذه تتوافق مع الفطرة السليمة اللي غرسناها فينا. يعني كل غلطة تغلطها ضد القوانين هذه الكون يعطيك حاجة خايبة كنوع من الردع أو العقاب، لأنك أخللت بالنظام الكوني باش ترجع للمنتصف والميزان ما يميلش لهكا ولا هكا. مثلا إذا تحب برشا فوق من اللازم باش تجيك صدمات ترجعك للطريق وتقولك ستوب، وإذا ما تعلمتش الدرس تجيك تحديات أصعب وأصعب إلى أن تعدل الكفة وتشد الوسط. إذا تكره برشا، إذا تكون طيب زيادة عن اللزوم، إذا تفرح برشا أو تحزن برشا، كل حاجة تبالغ فيها أو تعطيها أكبر من حجمها، أعرف فما كف قوي وراها. وكتجربة شخصية أنا مشيت ضد القوانين في وقت ما، والقوانين اتطبقت عليا وكانت حالتي من صعب إلى أصعب. لولا ربي سبحانه كان ديما معايا ومساندني ويرجعني للطريق، كنت نبالغ في مشاعري حد الانصهار، طيبة ومثالية مفرطة، نحب الأشياء بتعلق مرضي. دخلت في اكتئاب بعد موت والدي وبكيت وتعذبت، أو بالأحرى عذبت نفسي، لأني ما كانش عندي الإدراك الكافي لمعنى الموت أو التعلق. كنت نخاف برشا بعد موت بابا، خاصة على أمي. دخلت في دور الضحية وعشت فيه إلى أن بدأ ربي سبحانه يبعث لي إشارات، وما كنتش حاسة بالأمان. الخلاصة من الكلام هو إنك ما تطاش في الميزان، وخليك متقبل للأحداث ومتناغم مع كل المعطيات. طبعا الكلام سهل، لكن التطبيق يحتاج برشا جهد وسنوات باش تستوعب وتفهم وتجاوب على برشا أسئلة سألناهم كلنا في فترة من أعمارنا. حاول تتدبر القرآن وتفهم عظمة وقوة ربي سبحانه اللي عطاك إجابة لكل الأسئلة، وعطاك عقل ومنطق تفهم بيهم، ووفر لك كل أسباب العلم والمعرفة. دمتم بخير.